يا مساء الفل على أحلى متابعين في الدنيا. وحشتوني جدا جدا من القصة اللي فاتت. قبل ما نبدأ قصتنا، يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واللي أول مرة يشوف قناتي ما ينساش يشترك فيها ويفعل الجرس على الكل. وقصتنا النهاردة للكاتبة الجميلة أميرة عبد الله. ويلا بينا نبدأ حكايتنا. كان شريف قاعد محبط وحزين وهو بيقول لأمه: يعني أنا متكرم وواخد في الشغل 3 تأشيرات للحج، تقومي تقوليلي أروح وآخد إخواتي البنات وأسيب مراتي؟ طب إزاي ده يا ماما؟ أكسر بخاطرها ليه طيب؟ دي بتتمنى تحج بيت ربنا بقالها سنين. انت عارفة ممكن يجرالها إيه لو عرفت إن هي مش هتحج معايا؟ يعني انت يرضيك إنك تاخد واحدة من إخواتك والتانية لأ؟ هتشيل ذنب وهيبقى حرام عليك تفرق بين إخواتك. طب وليه حد يزعل أصلا يا أمي؟ ما نطلع نحج أنا وإنتي ومراتي، إحنا التلاتة وإخواتي إن شاء الله. ربنا يكرم كل واحدة فيهم بالزوج ابن الحلال اللي هيخليها تزور بيت ربنا. يا ابن أنا حجيت بيت ربنا بدل المرة التلاتة الحمد لله، وخلاص بقى تعبت، ما بقيتش قادرة أروح تاني. ما تكسرش بخاطر إخواتك البنات لأجل عيون مراتك، علشان مراتك مش دايمالك، لكن إخواتك هم خيرك وبركتك. مش هقدر يا ماما أكسر بخاطر سناء، دي ممكن تتقهر لو عرفت حاجة زي دي، ممكن يجرالها حاجة. طيب بص بقى يا ابني، أنا ما ربيتكش وكبرتك وعلمتك وصرفت عليك صحتي وشبابي علشان تكسر بخاطر إخواتك، ومش على آخر الزمن هتيجي واحدة غريبة تاخد خير أخوهم، ولو حصل وفرقت بينهم لن تبني ولا عرفك. وطبعا شريف كان محتار، مش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي، فقال يروح يقعد على القهوة يشرب شاي ويفكر هيعمل ايه وهيتصرف ازاي في الموقف اللي زي ده. وفي الوقت ده اتصلت أمه بسناء مرات ابنها وقالت ليها: دلوقتي يا بنتي لو ابني مش معاه غير لقمتين، تاخدي واحدة وتسيبي التانية لهند أخته، ولا تسيبيه راضي إخواته الاتنين علشان ربنا يرضى عنه؟ سناء طبعا كانت حافظة اللهجة دي كويس جدا وقالت بلا مبالاة: اه طبعا يا طنط لازم يراضي إخواته، خليه يديهم اللقمتين، أنا مش محتاجة حاجة الحمد لله. روحي يا بنت الله يرضى عنك، أنا برضه قلت إنك بنت حلال ومش هتحكمي غير بالحق. أما شريف بقى يرجع البيت قوليله ادي اللقمتين لاخواتك. سناء علشان تريح دماغها من الحوارات كالعادة: حاضر يا طنط، هقوله. تؤمري بحاجة تاني؟ لا يا حبيبتي، أنا كده استريحت واطمنت. وسناء قفلت معاها وهي بتقول: ما ياخدوا اللقمتين والله يطفحوهم، أنا مال أنا، ده انتم عيلة هم بصحيح. وبنرجع لورا شوية، أيام خطوبة شريف وسناء. كان شريف شارع علبة جاتوه يروح بيها لخطيبته، وجابها وهو راجع من الشغل، وراح البيت يغير هدومه قبل ما يروح لسناء. ودخلت أمه عليه الأوضة وهي بتقول: إيه ده يا شريف يا ابني؟ إيه علبة الجاتوه الحلوة دي؟ دي لخطيبتك؟ والشريف كان فرحان وبيربط الجرافطة. آه يا ماما. ها إيه رأيك؟ حلوة؟ آه يا حبيبي طبعا حلوة، بس انت هتأكل خطيبتك جاتوه واخواتك البنات لأ، هو ده اللي عودتك عليه؟ آه صح يا ماما، معلش ما خدتش بالي والله، أصل أنا أول مرة أجيب حاجة لسناء فما خدتش بالي إني لازم أجيب لإخواتي زيها. بعد كده بقى يا حبيبي لازم تركز وتاخد بالك كويس علشان نفسية إخواتك لحسن يفكروا إنك فضلت خطيبتك عليهم. سيب بقى علبة الجاتوه الحلوة دي لإخواتك واشتري علبة تانية لخطيبتك وانت رايح لها. مش هينفع يا ماما، أنا كده هتأخر عن معادي، أنا هاخد العلبة دي واشتغل إخواتي وأنا راجع والله. لا يا حبيبي طبعا، إخواتك الأول، هم رقم واحد، ولازم تتعود على ده من دلوقتي، مفهوم؟ والشريف باستسلام: حاضر يا ماما، هتأخر على خطيبتي في أول مرة
أزورها فيها علشان خاطر موقف بسيط زي ده. شكرا يا ماما، دايما كده جاية عليا. يا حبيبي، ما هو لازم أجي عليك علشان تكون عارف الصح من الغلط، وما تنساش إخواتك ولا تأثر معاهم. دول أمانتك يا حبيبي في الدنيا. وزي كل مرة كان لازم شريف يتنازل ويجي على نفسه زي ما مامته بتأمره، علشان خاطر إخواته يكونوا مبسوطين وما يحسوش إن هو مقصر معاهم. ومرة تانية كان شريف قاعد مع سناء خطيبته في كافيه على النيل، وكان وشه مليان تفكير وشرود. مالك يا شريف؟ سرحان من أول الخروجة، بتفكر في إيه؟ طيب احكيلي. بصراحة محتار في موضوع كده، مش عارف أفتحك فيه إزاي، ولا أصلا عارف هقدر عليه إزاي. طب ما تحكيلي ونفكر مع بعض، يمكن تلاقي عندي حل. فاكرة موضوع شهر العسل في شرم الشيخ اللي اتفقنا عليه مع بعض؟ ماما بقى مصممة إني ما أروحش غير لما أخد إخواتي البنات معايا. تاخدهم معاك إزاي؟ إحنا هنكون عرسان، هتاخد بالك منهم إزاي يعني؟ ولا أصلا هيبقوا معانا طول الوقت إزاي؟ مش عارف بقى، هي عمالة تقولي حرام أخرج وأسافر وأغير جو من غيرهم، وهم قاعدين مكبوتين مش بيروحوا في حتة. قالت لي ما تفرقش في المعاملة بين مراتك وإخواتك البنات علشان ما تشيلش ذنب. أنا مش مصدقة اللي بسمعه، مش فاهمة حاجة خالص. يعني إيه عريس مسافر ياخد إخواته البنات معاه؟ وإيه علاقة ده بالحلال والحرام؟ بص يا سناء، أنا عارف إن الموضوع يضايق، هو إن حقك ما توافقيش طبعا، بس إخواتي ملهمش غيري من بعد وفاة بابا الله يرحمه. أنا راجلهم والمسؤول عنهم، وماما دايما موصياني ما أقصرش معاهم، فلو مش حابة ناخدهم معانا للأسف مش هقدر أسفرك شهر العسل. وسناء كانت مصدومة. أنت بتقول إيه؟ على فكرة والله ده ما يرضيش ربنا، أنت بتحط لي العقدة في المنشار ولا أنت بتختبرني؟ أنا أول مرة أشوف الكلام ده والله. علشان خاطري قدري موقفي، أنا عارف إن أنتي بتحبيني ومش هتصعبي عليا الموقف أكتر من كده، وأنا مستعد أراضيكي بأي طريقة. يعني مثلا ممكن أقول لهم هنلغي السفرية ومصاريف السفر أجيب لك دهب، إيه رأيك؟ بس الموضوع يكون بيني وبينك ومحدش أبدا من أهلي يعرف عنه، علشان ميزانيتي مش حمل إن أجيب لإخواتي زي ما هجيبلك. سناء طبعا فكرت ودورت الموضوع كويس في دماغها، ولقيت إن الدهب هيكون أفيد ليها كتير من إن إخوات جوزها يشاركوها في شهر العسل. وفي يوم الفرح كانت سناء قاعدة هي والشريف في عربية الزفة، وفجأة دخلت هند قعدت جنب السواق قدام. فعفاف قالت: إيه ده بقى إن شاء الله؟ المفروض أنا اللي هقعد في العربية هنا. لا ماليش دعوة، أنا اللي لحقت المكان الأول. وعفاف فضلت تعيط: يا ماما، يا ماما بقى تعالي شوفي هند مش راضية تقعدني جنبها في العربية مع أخويا وهو عريس. ومامتها جت وهي بتقول: ينفع كده يعني؟ هتفرجوا علينا الناس؟ اركبي يا عفاف ورا جنب أخوكي وسيبي هند قاعدة. هركب ورا ازاي بس يا ماما؟ ما هو فستان سناء واخد المكان كله ورا. يا بنتي احشري نفسك كده واركبي، خلينا نخلص. وقامت منزلة شريف من العربية ودخلت اتحشرت في النص بينه وبين مراته اللي كانت هتطق من الغيظ ومش مصدقة العبث اللي بيحصل، لكن فضلت ساكتة وحابسة دموعها في عينيها علشان ما تبوظش الليلة. وشريف طبعا كان حاسس بيها بس مرضاش يتكلم علشان ما يزعلش أمه وإخواته منه في يوم زي ده. وفي يوم الصباحية أهل سناء راحوا لها الصبح، وأول ما مشيوا مامة شريف خدت بناتها وطبوا على شريف ومراته في شقتهم: صباحية مباركة يا عرسان، ألف ألف مبروك. أهلا أهلا يا ماما، اتفضلي اقعدي، اتفضلوا اقعدوا يا بنات. وعفاف قالت: ممكن اتفرج على الشقة أنا وهند؟ ما شفناش خالص من بعد ما العفش اترص. اه طبعا اتفضلوا، اتفرجوا براحتكم، ده بيت أخوكم وبيتكم طبعا. الله عليك يا بنتي، هي دي بنات الأصول ولا بلاش؟ عارفة صلة الرحم بصحيح. قال قول لي يا شريف، انت فطرت ولا لسه؟
يا ماما فطرت الحمد لله أنا وسناء. طب وكلتي إيه حلو بقى؟ احكيلي. أهل سناء كانوا جايبين أكل حلو امبارح وفطرنا منه النهاردة، وطبعا أكيد كان في بط وحمام ورز معمر. طب وفين بقى أكل الصباحية؟ أكيد في المطبخ. أما أدخل كده أشوف. ودخلت الأم على المطبخ، وشريف وسناء بصوا لبعض باستغراب، ودخلوا وراها المطبخ، لقوها ماسكة حلة كبيرة وبترص فيها من أكل الصباحية. وشريف بصدمة: بتعملي إيه يا ماما؟ قوليلي عايزة إيه وأنا أساعدك. يا حبيبي أنت أكلت بط وحمام امبارح أنت ومراتك، وكمان فطرتوا منه تاني النهاردة، لكن إخواتك لا كلوه ولا دقوه. سيب بتاع الصباحية ده بقى ليهم هما. سناء وشريف ما كانوش عارفين يتكلموا في موقف زي ده ويقولوا إيه. وشريف كان محرج جدا من مراته، وسناء هتشيط. وطبعا مامة شريف خدت بالها، فراحت قايلة: أصل أنا ربيت ولادي على الأصول وصلة الرحم يا بنتي، وانتي بنت حلال وفاهمة طبعا كل ده. مش معقول ياكل أكل حلو زي ده ويبلع لقمة ما نزلتش جوف إخواته. وسناء ضحكت ضحكة مسخة: وماله يا طنط، خدي اللي انت عايزاه، بألف هنا وشفا. وطلعت سناء من المطبخ وسابتهم. وشريف قال لمامته: ليه كده بس يا ماما؟ أحرجتيني وكسفتيني قدام مراتي. كنتي قوليلي يا ستي وأنا أديكي فلوس تجيب لإخواتي اللي هم عايزينه، لكن مش كده يا ماما، مش أصول اللي بيحصل ده. هو إيه ده يا واد اللي مش أصول؟ أنت اللي هتعلمني الأصول بقى يا طفس؟ عايز تبلع كل ده من غير أخواتك؟ طب دي مراتك طلعت بتفهم في الأصول عنك. وطبعا حس بالذنب، لأن أمه كالعادة بتدخله من مدخل الأصول وصلة الرحم. فسكت وطلع يشوف مراته، فلقاها قاعدة لوحدها ومش بتتكلم. فراح ناحيتها وقال: أنا آسف، حقك عليا، أرجوكي ما تزعليش من اللي ماما عملته. لا أبدا مش زعلانة، أنا ما بحبش آكل من حاجة حد شافها غير لما ياكل منها هو كمان، علشان تبقى بالهنا والشفا مش بالسم الهاغي. أنا اللي غيظني هم إخواتك وعمايلهم. وشريف بص حواليه وما كانش لاقيهم. هما فين؟ عملوا إيه زعلك؟ تخيل بدور عليهم أقوم ألاقيهم في أوضة نومي، وهند بتقول لعفاف: إحنا لينا حق في كل حاجتها دي، لأن ده كله مال أخويا وماضي على قايمة بتمن عفشها. وقامت عفاف قايلة لها: أنا هاخد كام صباع روج من دول. وقامت كل واحدة فيهم معبية حاجات من على التسريحة بتاعتي من غير حتى ما يستأذنوا. فقمت ماشية من قدام الأوضة علشان ما يحسوش بالإحراج إني سمعتهم. وشريف بس راسها: حقك عليا أنا، امسحي فيا كل ده، صدقيني هعمل حدود لكل ده، بس مش من أولها كده علشان ما يزعلوش. أوعدك هجيب حاجات بدل الحاجات اللي خدوها وأكتر كمان. وسناء ابتسمت وقالت: لا والله مش عايزة حاجة، رد فعلك ده عندي بالدنيا وما فيها، وعندي أغلى من كل الحاجات دي. وطلعت الأم من المطبخ وهي شايلة ومحملة أكل وفاكهة وحلويات، وراحت قايلة: طب اختشي على دمك واصبر شوية لحد ما نمشي، إخواتك لسه بنات، لو شافوك في الوضع ده هتخدش حيائهم. ما حصلش حاجة يا ماما والله، وطي صوتك لحسن إخواتي يسمعوكي ويفهموا غلط. لا يا حبيبي خد راحتك مع مراتك، إحنا ماشيين مش عايزين نكون عزول. يلا يا بنات، يلا نسيب العرسان مع بعضهم، يا بخت منظر وخفف. وطلعت كل واحدة فيهم من الأوضة شايلة شنطة مليانة على الآخر، ومشوا كلهم بعد ما قشطوا الشقة من كل اللي نفسهم فيه. أما سناء اتجاهلت اللي حصل علشان شريف عرف يراضيها ويحتوي الموقف. وبعد شوية بدأ شريف يحاول بقدر الإمكان يقلل زيارات مامته وإخواته لبيته علشان ما يضايقوش مراته. وفي مرة كان شريف طالع من شغله، اتصل على مامته وبلغها إنه رايح يزورها، وطبعا كان معرف مراته إنه هيتأخر عليها علشان هيروح يزور أهله. وأول لما دخل بيت مامته لقى السفرة مرصوص عليها أزايز زيت كتير وأكل فاضي وعلب زيت شعر.
وشامبو وبلسم وعلب بلاستيك لمربى وعسل ومعلبات كتيرة جدا. وشريف قال باستغراب: أمال إيه كل ده يا ماما؟ إيه الحاجات دي؟ والله مش عارفة إيه كل ده، مش بتشبه يا حبيبي على أي حاجة من دول. طبعا كان مستحيل يقدر يخمن. لا مش فاهم يا ماما، ما توضحي لي قصدك إيه؟ وليه رصة كل الحاجات الفاضية بالشكل ده؟ الحاجات دي يا حبيبي استهلاك مراتك وتبذيرها لفلوسك وفلوس إخواتك. واحدة غريبة جت حطت رجل على رجل وعمالة تبعزق في تعبك وشقاك. تقدر تقولي انت عارف بمصاريفها وبذخها ده كله ولا مستغفلاك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عالي مش قادر يستوعب اللي بتعمليه يا ماما. وعموما يا ماما، أنا اللي بشتري الطلبات لمراتي وعارف بتصرف كل جنيه في إيه، والحاجات دي أنا اللي كنت جايبها. ما هو من خيبتك التقيلة يا ابني، أنا خايفة عليك وعلى شقاك، ولو فضلت بالوضع ده مش هتعرف تشيل جنيه واحد للزمن. ولما واحدة من إخواتك تتخرج وتتجوز مش هتعرف بالشكل ده تقف جنبهم في جهازهم. دول خلاص كل واحدة فيهم قدامها سنة واتنين وتتخرج. وشريف قعد وهو بيبوس على راس مامته وبيقول لها بهدوء: يا ماما، أرجوكي بلاش تحطي سناء دايما في الكفة الناقصة وتعتبريها عدوتك. أنا ما بقصرش معاكوا في حاجة ولا عمري هقصر إن شاء الله. ما تقلقيش عليا ولا على شقاية. بقى كده بتدافع عنها؟ طيب، طالما انت بقى حالك ميسور وبتجيب كل الحاجات دي، يبقى يلا شد حيلك واديني نص مرتبك كل شهر علشان أبدأ أنزل واشتري جهاز اخواتك. نص مرتبي؟ أمال عايش ازاي أنا ومراتي؟ ولو جالي طفل هصرف عليه ازاي؟ كتير قوي يا ماما نص مرتبي. والله يا حبيبي محدش قالك بعزق فلوسك يمين وشمال. امسك على نفسك شوية انت ومراتك، وهي كلها كام سنة واخواتك يتستروا ويتجوزوا، ومش هطلب منك حاجة تاني ولا هتتخلى عن اخواتك علشان خاطر مراتك. هتقول لربنا ايه؟ ما كنتش قد الأمانة وما سطرتش اخواتي البنات؟ شريف حس بالذنب. حاضر يا ماما، أنا هتصرف، وكل شهر إن شاء الله هديك تجيب لهم اللي انت عايزاه. وأول الشهر كان شريف بيدي مراته المرتب، واللي استغربت إنه أقل من كل شهر. فقالت ليه: إيه ده يا شريف؟ فين باقي مصروف البيت؟ بصراحة يا سناء، ماما طلبت مني أديها نص مرتبي كل شهر علشان جهاز إخواتي. وانت بقى وافقت وكمان اتصرفت خلاص وعملت كده من غير حتى ما تسيب لي خبر. جاي تفاجئني دلوقتي علشان تقولي صلة الرحم والأصول وإخواتي والكلام ده، صح كده؟ بصي، ليكي حق تقولي كل اللي انت عايزاه، بس أنا محتار ومش عارف أراضي أمي وإخواتي على حسابك ولا راضيكي انت على حسابهم، ولا عارف حاجة خالص. أرجوكي ما تضغطيش عليا، انت عمرك ما جيت عليهم علشاني. طب دلوقتي المبلغ ده هيكفينا بالعافية، طب أنا أتصرف إزاي؟ وأنا كنت لسه هبلغك إني حامل. هنجيب مصاريف الطفل اللي جاي في السكة إزاي؟ وشريف فرح جدا: ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. ما تقلقش خالص والله، اطمني، أنا هتصرف. معايا مبلغ كويس في البنك يكفي جهاز إخواتي الاتنين، كنت شايله للزمن. هدي الأم تجهزهم وإحنا ندبر أمورنا من المرتب بتاعي، وهجيب لك كل اللي نفسك فيه، ما تقلقيش أبدا. وفعلا شريف عمل كده، رغم إن أي واحدة مكان سناء كانت هتقوله ابني أولى، لكن قررت تسكت طالما ده هيبعدهم عنهم شوية. وفي يوم كانت أم شريف رايحة تزور سناء، قال يعني بتطمن عليها، وهي قاعدة قالت ليها: أمال إيه علبة الحبوب اللي على الترابيزة دي؟ أنا بشبه عليها، دي الفيتامينات اللي الدكتور كاتبها لي علشان الحمل يا طنط. أم شريف مسكت العلبة: آه، عارفة نوع الكالسيوم ده، كنت سائلة عليه في الصيدلية، غالي قوي. هديلي البت هند لحسن سنانها ضعيفة وعندها نقص كالسيوم، هاخد شريط أديهولها لحسن علبتها قربت تخلص. بس يا طنط
دي العلبة دي يا دوب قد المدة الباقية من الحمل، لو احتجت شريط مش هعرف أجيبه، العلبة بتتباع على بعضها. يا أختي هو يعني لازم تاخديه بالظبط؟ ما انت صحتك زي البومب أهو. وبعدين بقى الواد الواطي ده يجيب لمراته وما يجيبش لأخته. أما ندل صحيح، أنا هشوف شغلي معاه لما أشوفه. ليه بس يا طنط، هو عمل لك إيه؟ ولا هي سناء كانت حامل وهو فضلني عليها في الفيتامين؟ لا يا حبيبتي، هي لما تبقى حامل هتكون ملزمة من جوزها، لكن طول ما هي لسه ما اتجوزتش فهي ملزمة من أخوها، يجيب لها هي وأختها زي ما بيجيب لك بالظبط. وماله يا طنط، عندك حق. خد الشريط. أقول لك حاجة، خد العلبة كلها، ما هو مال أخوها برضه، مش حد غريب. يا سلام عليك يا سناء، بنت أصول بصحيح. أنا برضه قلت ابني اختار صح. روحي يا بنتي، الله يرضى عنك. وعدت كذا سنة، وسناء بتاخد حماتها على قد عقلها وبتمشي الدنيا وخلاص، علشان خاطر جوزها وابنها، بتكبر دماغها من أي موقف سخيف بيحصل. وفي يوم كان شريف اتكرم في الشغل وخد 3 تأشيرات هدية للحج. وأول ما اتصل بمامته علشان يفرحها قال لها: باركيلي يا أمي، باركيلي، خدت 3 تأشيرات للحج هدية في شغلي. اعمل حسابك بقى، إن شاء الله هتحج بيت ربنا معايا أنا وسناء. بقول لك إيه يا حبيبي، هو أنت قلت لمراتك حاجة؟ لا يا ماما، أنا كلمتك أنت الأول علشان أفرحك، لكن لسه هكلمها دلوقتي، دي هتفرح قوي، دي كانت مستنية اليوم ده من زمان. طب بلاش تقول لها دلوقتي، هات التأشيرات وتعالى لي على البيت، عاوزاك في موضوع مهم، ده أنا عاملة لك المحشي اللي بتحبه. شريف فهم من طريقة كلامها إن في حاجة، وراح لها واتفاجئ بآخر حاجة كان ممكن يتوقعها، وهي إن عايزاه يحج هو وإخواته البنات لأنهم أولى من مراته. وهنا كانت الصدمة، بقى حيران ومتردد، وهل يا ترى هيكون الصح إنه يكسر بخاطر مراته علشان يراضي أهله، ولا إيه الصح بالظبط؟ وملقاش قدامه حل غير إنه يروح لأهل العلم ويستشير أحد المشايخ في أقرب مسجد، وحكى له اللي حصل. والشيخ رد وقال له: طبعا موقفك صعب وأنا متفهم ده جدا، لكن العلاقة الزوجية ليها قدسية خاصة، ولا يجوز كسر خاطر الزوجة لإرضاء الأهل، فهذا ظلم بين. طب المفروض أعمل إيه علشان أرضيها وفي نفس الوقت ما زعلش أمي وإخواتي ولا أشيل ذنب؟ قدامك حل من الاتنين، يا إما تتمسك بكلامك الأول وهو إنك تحج أنت وزوجتك ووالدتك، يا إما ده لو هيسبب قطيعة مع والدتك يبقى تراضي زوجتك وتعوضها بحاجة تانية مقابل الحج، بحيث يا ابني ترضي الطرفين وبدون ظلم. المهم في الموضوع إنك ما تكسرش خاطر مراتك بحجة إرضاء أهلك، وما تنساش قول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. ورجع الشريف البيت وعرض الموضوع على مراته اللي الدموع نزلت منها لا إراديا، وما كانتش عارفة تتكلم تقول له إيه. وبعدين قالت: أنا دايما ساكتة وصابرة، دايما بتنصرهم وتقف في صفهم بحجة البر وصلة الرحم، وأنا أتعامل بمنتهى العقل، وقول ما ينفعش تكوني سبب إنه يزعل أهله. أنا والله مستعدة أعوضك بأي حاجة، أي حاجة تطلبيها، المهم ما تكونيش زعلانة مني. تعوضني عن إيه؟ عن زيارة بيت ربنا؟ ده أي حاجة حصلت قبل كده كوم، والحج ده كوم تاني، جايين على حقي حتى في دي؟ لا يا شريف، مفيش حاجة هترضيني أبدا في إنك تاخد إخواتك معاك وتسيبني. يعني مش هتوفي جنبي يا سناء إني أبر أهلي؟ بتصعبيها عليا يعني؟ لا مش بصعبها عليك، بس هكون بضحك عليك لو قلتلك إن الموضوع عادي. أنا من جوايا مش هقدر أسامحك أبدا، يرضيك قلبي يبقى مش راضي عنك وأمثل عليك إني مرضية؟ لا يا سناء، ما يرضنيش، أنا خلاص هتصرف. وقام شريف راح لوالدته واداها ال3 تأشيرات. اتفضلي يا ماما، خد التأشيرات وسافري انتي واخواتي.
أنا مش هقدر أسيب مراتي وأكسر بخاطرها، ربنا ما قالش كده. ومامته استغربت جدا. أنت خايف على زعلها قوي كده؟ ما تزعل ولا تتفلق، ما هي شوية وهتنسى. لا يا أمي، عمرها ما هتنسى إني كسرت بخاطرها علشان أهلي. زي ما رضاكم فرض عليا، برضه رضا مراتي وشرى خاطرها فرض عليا. وهي ما قالتليش مسافرش، بس زعلها عندي بالدنيا. الأم فكرت وقالت: أول مرة تختار مراتك على حسابنا يا شريف، للدرجة دي اتغيرت؟ أرجوكي بقى يا ماما، كفاية كفاية تعيشيني طول الوقت أجلد في نفسي وأحس بالذنب. أنا عمري ما قصرت معاكم في حاجة، حتى دلوقتي جاي لحد عندك وبديلك التأشيرات كلها أهو، يعني عداني العيب. ليه بقى مصممة تيجي برضو عليا؟ أنا عمري ما قصدت أجي عليك، بس يمكن شديت عليك بزيادة، إنك تبر إخواتك وما تأثرش معاهم. حقك عليا يا حبيبي، خد مراتك وسافر، محدش هيقولك حاجة. لا يا ماما، أنا خلاص خدت قراري، مش رايح ومسامح والله، وهكون مبسوط لما تحجي انتي واخواتي مع بعض. ورغم زعل سناء إنها مش هتروح تحج السنة دي، بس كانت في قمة السعادة إن جوزها مرضيش يسافر من غيرها. وطبعا مامته واخواته ما فكروش كتير وراحوا يحجوا، لأن بكل بساطة محدش بيوقف حياته ولا بيزعل علشان حد. اللي بيطول ياخد حاجة بياخدها، حتى لو كان الأهل. لكن الإنسان لازم دايما يراعي ربنا علشان يكون ضميره مرتاح. وبدأت سناء تدخل جمعيات وتحوش هي وجوزها علشان السنة الجاية يحجوا مع بعض إن شاء الله. وحقيقي الاختيار بيكون صعب جدا بين رضا الأهل والزوجة، بس اللي ضميره صاحي بيقدر يحكم قلبه ويرضي الطرفين من غير ظلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. صدق الله العظيم. وبكده تكون خلصت قصتنا. مستنية رأيكم في الكومنتات، واستنونا في قصص تانية كتير. باي باي.